السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ واخيرا عدنا للفيديوهات، عدنا لتصوير الحلقات من جديد. عدنا والعود حميدا. نقعد بسرعة في موضوع حلقة الفيديو النهاردة عن ازاي ان احنا نظبط تركيزنا، نوجه تركيزنا ومجهودنا في الطريق الصحيح، عشان احنا دلوقتي في فترة حرجة، فترة الامتحانات قدام الفاينل. انا عارف دلوقتي اللي احنا داخلين على امتحانات كبيره جدا، فدلوقتي جاي لك بافضل 5 حاجات لو عملتهم هتوجه مجهودك بشكل كبير، هتضاعف تحصيلك، هتلاقي نتائج كبيره جدا في الامتحان بتاع الفاينل ان شاء الله باذن الله. نخش على طول عشان عارف الوقت بتاعكم غالي. اول حاجه الخطه بتاعتنا، البلان بتاعتنا. اول حاجه ان احنا نحدد بلان، هنذاكر قد ايه في اليوم، هنذاكر لمده قد ايه، وايه المواد اللي احنا هنذاكرها في المده دي. مثلا يعني هذاكر لمدة أسبوع أو 10 أيام، هذاكر كل يوم ما بين 4 ل5 ساعات، هذاكر مواضيع 3 4 مواد، بايو مثلا، فيزيكس، كيمستري، أيا كان. فأول حاجة بحدد الخطة عشان أعرف عقلي هي دي الخطة اللي احنا نمشي عليها، وتبقى الحاجات قدامي عارفة أنا أعمل إيه وأعمل إيه وأعمل إيه. فأول حاجة إن احنا نحدد البلان بتاعتنا. تاني حاجة مش من الذكاء خالص اللي أنا في وقت امتحانات، في وقت حرج، وابدأ أجيب الكتاب الكبير بتاع المادة والكتاب الأساسي بتاع المادة، وابدأ إن أنا أذاكر وأقرأ من كتب هنا وأبحث عن معلومات هنا. مش من الذكاء خالص. أنت مش بتحضر دكتوراه في الوقت ده. دلوقتي إحنا هنستخدم السمري، الملخص بتاع كل جزئية أو بتاع كل شابتر أو بتاع كل كتاب لو ممكن. أنت بتمسك الملخص، بتمسك الحاجات اللي فيه، تذاكرها كويس، تركز عليها كويس، عشان الحاجات دي هي مواضع الامتحان الأهم فالمهم. تالت حاجة كنت عايز أتكلم عليها وهي اللي أنت تاخد الحاجات الأهم فالمهم. دلوقتي إحنا في وقت حرج، فإحنا عاوزين نلقط الحاجات الأهم. في قانون حلو كده اسمه قانون باريتو، كان بيستخدم 20% من المجهود ليساوي 80% من النتائج. فأنت تاخد القانون ده تطبقه برضه على المادة. أمسك كل شابتر، اشوف 20% من الشابتر ده اللي بيتمحور عليه الاسئله. 20% من الشابتر ده، 20% من محتوى الشابتر ده بيساوي 80% من الاسئله. كل شابتر اكيد فيه جزئيه لا يخلو عنها امتحان، تركز عليها جدا. زي ما احنا عندنا في مواد كتيرة، كل شابتر فيه جزئيات الدكاترة بتركز عليها، فانت تركز عليها. ممكن تسأل الدكتور بتاعك، تسأل المعيدين حتى لو انت في الكلية، لو انت في ثانوية او في المدرسة تسأل الأساتذة بتاعتك الحاجات اللي هم بيركزوا عليها. أو أسئلة السنوات السابقة. أسئلة السنوات السابقة مهمة جدا برضه، عشان تعرفك ايه التوبكس او ايه المواضيع اللي هم بيركزوا عليها. الرابعة او التركة الرابعة او النصيحة الرابعة، وهي اللي انت تشرح لحد. الحتة دي أنا لما من القليل اللي أنا بعملها، ولكن المرات اللي أنا شرحت فيها لحد، شرحت مش شرط لحد ان انت تجيب شخص تشرح، ممكن تجيب اخوك الصغير تحطه قدامك وتشرح له عادي جدا. ممكن تشرح لنفسك، او انت تحط اي حاجه قدامك لو انت مش الناس اللي بتتخيل حد قدامك وتشرح لهم. ولكن انا عندي القدره اللي انا اتخيل، الحمد لله يعني، اللي انا اتخيل حد قدامي واشرح له، عشان فاقد الشيء لا يعطيه. لو انت جربت الطريقه دي، لو انت بقى تبقى نوع من نوع بقى نوعين من تبقى انت واحد من النوعين دول. النوع الاول اللي هو فعلا فاهم الشابتر كويس وبدأ اللي هو يشرح، فبالتالي هو ممتاز كده يخش على الأسئلة على طول. النوع التاني لو انت جربت تشرح لنفسك، لقيت نفسك مش عارف تشرح، في حاجات بتقع منك، فانت بقى ترجع تذاكر كويس الجزئية اللي هي واقعة منك. فالجزء ده جربوها وهتدعوا لي ان شاء الله. خامس نصيحة وهي ان انت تحل أسئلة. حل الأسئلة يا جماعة مهم جدا. اللي انت لما انت ممكن تبقى عامل الخطوات اللي احنا قلنا عليها كويس جدا، وفاهم الشابتر كويس وكمان عارف تشرحه لحد، ولكن انت مش عندك قوة استرجاع للمعلومة اثناء السؤال بيسأل عن معلومة معينة، فبتقعد تفكر فيها عشان المعلومة ممكن ما ثبتتش كويس، ممكن ما عندكش استرجاع للمعلومة بشكل قوي او بشكل افضل. فانت حل الأسئلة مهم جدا. تجيب أسئلة السنوات السابقة، تروح للدكتورة تجيب لك هي ممكن أسئلة أو تركز لك على النقاط المهمة. ف عادي جدا. وانت لو مثلا في مدرسة، فعندك اكيد اسئلة سنوات سابقة او اسئلة من الكتب منزلة، اسئلة اختبارات تبدأ اللي انت ايه تحلها. النصيحة الاخيرة وهي المفروض تبقى اول نصيحة، ويا جماعة لازم نقرب من ربنا في الوقت ده. قرب من ربنا لو بحاجات بسيطة. انا عارف ان الايمان يزيد وينقص. شوف كل واحد فينا هو واقف عنده نقطة ايه مثلا، ويبدأ يزود عليها حاجة بسيطة.
مثلا لو شخص مثلا بيصلي، فيزود مثلا في الوقت ده لا يروح يصلي في الجامع، وهو ملتزم على الصلاة بس يمكن ما بيصليش في الجامع قوي، لا يروح يصلي في الجامع. مثلا شخص ممتاز بيروح يصلي في الجامع، زود حاجة بسيطة مثلا يقرأ ورد يومي من القرآن. شخص برضو كان كده مثلا يزود الأذكار. فأنت شوف أنت واقف في انهي نقطة مثلا مع ربنا، وزود حاجة بسيطة وتوكل على ربنا. بس كده الفيديو بتاعنا خلص. ربنا يكبر بخاطركم، وربنا يوفقكم وتوصلوا للي انتوا بتحلموا بيه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا للمشاهده، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. الدال على الخير كفاعله. انشر الفيديو بتاعك في جروبات الدفعه، في جروبات الطلاب اللي هي مش لاقي حد ينصحها، تبقى الفيديو ده منتور ليهم او مرشد ليهم، بيعلمهم النقاط دي كلها ويخرجهم من الموقف ده. بس كده، سلام عليكم.